اللي ينفرد بها برنامج الكاس وما حصل في موضوع التعاقد مع المدرب القادم لمنتخبنا الوطني حسين عموته، اللي كما أكدنا ونوهنا أن حسين عموته بشكل رسمي يتبقى بس الإعلان، هو بشكل رسمي الآن مدرب لمنتخبنا الوطني خلال الفترة القادمة. الإعلان فقط أقول ربما هسه، يعني ممكن هسه على موقع الاتحاد الرسمي تشوفون الإعلان ما راح يكون أتوقع خلال الاجتماع حسب معلومتي، لأن أنا اللي متأكد منه ساعة 9 أو نعم ساعة 9 تحديدا كنت متأكد ومتيقن أن الإعلان راح يكون يوم الاثنين خلال اجتماع اتحاد الكرة. هسه إذا هم يريد يغيرون بعد أن انفردنا بهذا الموضوع بعد هذا بحث آخر، لكن المعلومة اللي أملكها حتى الآن ممكن الآن بعد دقيقة بعد دقيقتين بعد ساعة بعد نص ساعة الاتحاد العراقي لكرة القدم ينشر الإعلان الرسمي بالاتفاق مع حسين عموته، والاتحاد العراقي إذا أخر الموضوع معناه يريد يضرب السبق الصحفي لبرنامج الكاس. هاي بعد بقت يمهم، إذا يريد يضربوا راح يأجلوا اليوم الاثنين، لكن إذا جاهم أمر رئاسي راح ينشرونه على موقعهم الرسمي بالتليجرام أو الموقع الرسمي الخاص باتحاد الكرة. طبعا الاتصالات الهاتفية شباب إذا تحطوا لنا صور عموته الشخصيات اللي موجودة حتى ننوه عنها، إلى حد ساعة 3 من يوم أمس فجرا كانت هناك المفاوضات بين الاتحاد العراقي لكرة القدم بشخص رئيس الكابتن عدنان درجال مع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس نادي الجزيرة الإماراتي، الرئيس الحالي لنادي الجزيرة الإماراتي. تم الاتفاق بكثير من التفاصيل اللي تتعلق بالتعاقد مع حسين عموته. درجال حصل على موافقة نهائية من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للحصول على خدمات المدرب المغربي حسين عموته. كما نوهنا أن المفاوضات استمرت حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس. الاتحاد العراقي سيعلن بشكل رسمي عبر مواقعه الرسمية عن تسمية المغربي حسين عموته مدربا لمنتخبنا الوطني. الآن عقد عموته هل راح يكون، وهذا الشغل الشاغل لكثيرين، هل راح يكون لمباراتين الإمارات أو عفوا لمباراة كوريا الجنوبية والأردن؟ من استفسرنا عن هذا الموضوع قالوا لا، عقد عموته راح يكون لمدة عام كامل قابل للتجديد. أؤكد عقد عموته لن يكون عن طريق الإعارة، لأن ما معقول اليوم أنت تجيب مدرب أي مدرب عموته أو غيره وتعطيه مباراتين وربما نذهب إلى الملحق. نعم واردة نذهب ممكن إلى الملحق ونستعين بمدرب جديد، هاي ما صايرة. لذلك كابتن عدنان درجال أكثر من غيره يعرف بأن هذا الموضوع مستحيل يصير، فتفاوض الكابتن عدنان درجال مع الشيخ منصور بن زايد وأيضا مع الرئيس التنفيذي لنادي الجزيرة الإماراتي جمال النعيمي على الحصول على خدمات حسين عموته بشكل رسمي. العقد سيتم فسخه بين إدارة نادي الجزيرة الإماراتي وحسين عموته، رغم المعلومة اللي الآن تردني من الإمارات. المعلومة تقول اليوم كان عموته موجود بالتمرين، اللي لحد الآن هو عموته مدرب بنادي الجزيرة الإماراتي، لكن كل المفاوضات كل الترتيبات قائمة للحصول على خدمات عموته. زين، شلون صار هذا الاتفاق وليش مالت الكفة إلى عموته وشلون إدارة نادي الجزيرة تخلت عن عموته، رغم أن إدارة الجزيرة إذا موجودة بيان شباب صدرت قبل 4 أيام بعد فوز نادي الجزيرة على شباب الأهلي الإماراتي بكأس مصرف أبو ظبي الإسلامي، طلعت ببيان وقالت احنا متمسكين بعموته وما نفرط به وعنده عقد لموسم ثاني مع نادي الجزيرة. حسب معلومتي لا الجزيرة يريد التجديد مع عموته، هاي يحسبوها على مسؤوليتي هاي. لا الجزيرة يريد استمرار عموته
ولا عموته يريد الاستمرار مع الجزيرة. شنو اللي موقفهم؟ الطرفين اللي موقفهم قيمة الشرط الجزائي. يعني عموته لو طلع وقال انا راح استقيل، والدليل هذا تصريح عموته لقناة ابو ظبي ونقلناه في برنامجنا، قال انا عندي عقد. وهسه اذا تسأل عموته الان باتصال هاتفي او تصريح راح يقول لك ما زال عقدي مع نادي الجزيرة. ليش؟ لان الامور ما معلنة رسميا لا من الاتحاد العراقي ولا من نادي الجزيرة، لكن الاتفاق تم بشكل نهائي. انا اللي اقول ليش ما حد يقبل يصرح، خصوصا حسين عموته، لان الشرط الجزائي $2,000,000. اذا طلع نادي الجزيرة وقال فسخنا العقد $2,000,000 ياخذ عموته، واذا عموته طلع وقال انا فسخت العقد اروح التدريب العراق يدفع $2,000,000. شلون صار الاتفاق؟ الكابتن عدنان درجال وبعلاقاته المتميزة مع الأخوة في دولة الإمارات العربية الشقيقة أقنع المسؤولين في نادي الجزيرة بأن يا أخوان أنتم إذا ما تريدون عموته، وعموته هم ما يريد الاستمرار بسبب النتائج، هسه أخذ لهم بطولة، آخر خسارة إلى قبل 3 أيام مع نادي اتحاد كلباء في الدوري الإماراتي، خلي تنحل الأمور ودية وخلي ناخذه وإحنا نستفيد منه وإحنا رايدينه وهو عارف ويخدمنا ورجل المرحلة الآن للمنتخب الوطني. فجرى الاتفاق بشكل ودي حول هاي التفاصيل. انهاء العقد مع عموته سيكون بالتراضي من دون دفع الشرط الجزائي من الطرفين، لا عموته يدفع ولا الجزيرة يدفع لعموته. زين، أكدنا أيضا أن العقد سيكون لمدة عام قابل للتجديد وليس عن طريق الإعارة. من المؤمل أن يصل حسين عموته إلى العاصمة العراقية بغداد خلال الأيام المقبلة، يعني 4-5 أيام بعد الإعلان الرسمي سيصل حسين عموته إلى بغداد من أجل تقديمه بمؤتمر صحفي والحديث عن مشواره القادم مع المنتخب الوطني خلال مباراتي كوريا الجنوبية والأردن. إذن نأكد من جديد، المدرب القادم للمنتخب الوطني هو المغربي حسين عموته، وهذا ما انفرد به الآن برنامج الكاس، رغم أن حتى لا نأخذها احنا على نفسنا وفقط هو، لا، أكو ناس تحدثت وحكت وقالت، لكن هذه التفاصيل الآن هي حصرية بشكل رسمي لدى برنامج الكاس. وأؤكد أن الإعلان ممكن خلال دقائق أو خلال ساعات عن المدرب القادم للمنتخب الوطني حسين عموته. وإذا يريد الاتحاد العراقي يضرب السبق الصحفي لبرنامج الكاس يأجل الإعلان إلى يوم الاثنين القادم.